السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف ألف خير، ينعاد عليكم يا رب بالخير والصحة والسلام. واليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل كبة البرغل المقلية بمكونات بسيطة جدا وبدون لحم. وهذا الفيديو راح يكون بالتعاون مع قنوات عراقية، والقناة الأولى للصديقة والأخت العزيزة قناة الطبخ بطرق سهلة، وهي اليوم قدمت لكم طريقة عمل حلا سهل وسريع بدون فرن. وهذه هي صورة الوصفة، وهذه قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بالقناة ان شاء الله راح تعجبكم كل وصفاتها. اما الوصفة الثانية فهي القناة صديقة ام صهيب، مقدمت لكم طريقة عمل دجاج مشوي على قنينة زجاجية، وهذه هي صورة الوصفة. وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بالقناة وان شاء الله تعجبكم كل وصفاتها. أما الطبق الثالث فهو للصديقة العزيزة آراس سعيد، مقدمت لكم طريقة عمل البرياني مع الدجاج المحشي، وهذه هي صورة الوصفة. وهذه هي صورة قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بالقناة وإن شاء الله راح تعجبكم كل وصفاتها. أما الوصفة الثالثة أو الطبق الثالث فهو لقناة حديقة الاستبرق، مقدمة لكم طريقة عمل طرشي خلال ساعتين، وهذه هي صورة الوصفة. وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بالقناة وإن شاء الله تعجبكم كل وصفاتها. وراح أترك لكم جميع روابط القنوات والوصفات بصندوق الوصف تلقوها. ونبدي بسم الله بطريقة عمل كبة البرغل المقلية. وهنا عندي 2 كوب من البرغل. نوعية هذا البرغل هذه هي رقم 1 استخدمت، وراح أضيف عليهم تقريبا 3/4 الكوب من البرغل الناعم جدا، أضيفه عليهم. وراح أضيف عليهم 3/4 الكوب همات من طحين الرز. أما بالنسبة للبهارات من كل نوع شي قليل، تقريبا ربع ملعقة كاري، كمون، بهارات مشكلة، قليل جدا من القرفة، الدارسين، وقليل جدا من الصودا والملح أضيفهم عليهم، أخلطهم مع بعض. بعدها أضيف عليهم 4 أكواب من المي. هذا الكوب الأول، هذا الثاني، ثالث، وهذا الكوب الرابع. من بعد ما ضفت ال4 أكواب من المي هيجي حركتهم تحريكة بسيطة، وراح أشغل عليهم النار وأطبخهم وكأنه دا أطبخ الرز بالبداية لحد ما ينشف عندي المي، وبعدين أنصي عليه. بعدها أتركهم على النار يتهدرون عندي لمدة ربع ساعة. وهذا هو شكل البرغل بعد ما تهدر عندي. وهسه راح ابدي اطحن البرغل او اعجن البرغل عجن ناعم. ضفت كميه محضره الطعام وراح اشغل عليهم واسويه على شكل مراحل. وعلى هذا الشكل شوفوا شلون صارت عندي عجينه متماسكه، شوفوا شلون قوامها ناعم. هنا عندي حشوه اللحم مسويتها اني سابقا ومجمدتها، وقت الحاجه اطلع من عندها واستخدمها. وراح احتاج مي حتى يساعدني افتح بيها عجينة الكبة. ونبدي بسم الله بتشكيل قطع الكبة. بللت ايدي واخذت قطعة وكورتها على هذا الشكل، وهسه راح ابدي افتحها. شوفوا شلون اضغط عليها وهي تكبر عندي والطبقة تصير اخف. هسه راح اضيف لها كمية من الحشوة. بعد ما ضفت لها كمية من الحشوة هسه راح ابدي اسدها على هذا الشكل. شلون وعلى هذا الشكل تكون عندي، شوف شلون حلوة مرتبة. وهسه راح اسوي وحدة ثانية. بلل ايدي، اخذت قطعة كورتها، هسه راح ابدي افتحها. اضيف لها كمية من الحشوة. هسه ابدي اسدها على هذا الشكل. وبعدها من ابدي الفها اضغط على هذا الجزء من ايدي.
من الجهتين حتى أحصل على هذا الشكل، وعلى هذا الشكل استمر لحد ما أكمل باقي الكمية اللي عندي. كملت عندي كل الكمية مثل ما أنتم شايفين، وهسه راح أبدي أقليهم، وبعدها قليتهم بزيت غزير وحار جدا لازم يكون. أما بالنسبة للحشوة راح أترك لكم كل المكونات أو كل البهارات اللي استخدمتهم للحشوة، وعلى هذا الشكل أطلعها بعد ما تحمرت عندي من كل الجوانب، والكمية الباقية اللي عندكم تقدرون تجمدوها ما عليها أي شي. وعلى هذا الشكل قدمتهم، وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وألف ألف عافية مقدما. وهالمرة ما راح أقول لكم إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله، هالمرة راح أقول لكم إلى اللقاء يوم غدا إن شاء الله، لأن مثل ما وعدتكم إن شاء الله راح تكون يومية وصفة، ويوميا نلتقي وياكم بوصفة جديدة وأكلة جديدة طيلة شهر رمضان الكريم إن شاء الله.